يدخل يوم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعرفون من الذي مر أمامكم؟ قالوا: لا نعرفه يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن هذا الذي مر أمامكم هو حبيبي جليبيب. إن الذي مر أمامكم هو حبيبي جليبيب، يعيش مع الصحابة ويعيش بينهم، إلا أنهم لا يعرفون اسمه. جليبيب رضي الله عنه صاحب الوجه الدميم، كان بشع المنظر والخلقة. جليبيب ثيابه رتة، ثيابه مرقعة وممزقة. جليبيب كان إذا عطش وأراد أن يشرب كان يشرب من المياه الجارية، لشدة فقره أنه كان يشرب من المياه الجارية. الميزان عند الله ليس ميزان درهم ولا دينار. بعدما تسمع قصة جليبيب ستعلم أن أبدا ليس الميزان عند الله ميزان عمارة ولا سيارة ولا درهم ولا دينار، وأنما الميزان عند الله بما تبذل في سبيل الله، بما تضحي لأجل دين الله. الصحابة لا يعرفونه، إذا عطش يشرب من المياه الجارية، بشع الخلقة والمنظر، غريب حتى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيمر يوما على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فيقول جليبيب: يا رسول الله ومن يزوج جليبيب؟ ولا جاه ولا سلطان ولا مال ولا جمال. فيمر يوما آخر على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فيقول جليبيب: ومن يزوج جليبيب يا رسول الله؟ ولا جمال ولا سلطان. فيمر يوما آخر على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فيقول جليبيب: ومن يزوج جليبيب يا رسول الله؟ ولا جاه ولا جمال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب اذهب إلى بيت فلان من الناس واطرق بابه وقل لهم إني رسول الله، ولقد بعثني النبي لخطبة ابنتكم. فذهب جليبيب على تردد وجاء وطرق الباب. خرج إليه الوالد، قال: ما الذي جاء بك؟ قال: لقد بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة ابنتك. فرده الوالد، لقد نظر إلى ثيابه الممزقة، نظر إلى وجهه الدميم، نظر إلى هذه الملابس الرتة، نظر إلى فقره. جليبيب بماذا جئت لتخطب ابنتي؟ رد. سمع هذا الكلام وسمعت هذه الكلمات تلك الفتاة التي جاء جليبيب لخطبتها. قالت: تعال يا أبتاه، كيف ترد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كنت لأقطع أمرا أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وأقسمت على أبيها أن تتزوج جليبيب. أقيمت ليلة الزفاف، وإذا في هذه الليلة وهي أعظم وصال يقام بين الزوج وزوجته، إذا بمنادي الله ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. فيسمع هذه الكلمات ويسمع هذا النداء جليبيب، ينظر مرة إلى زوجته وينظر ويسمع تلك الكلمات، فهو بين خيارين: إما أن يبقى مع زوجته في أول ليلة، وإما أن يخرج ليلبي نداء الله. لكن من تربى على
مائدة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الجنة أغلى، لأن النبي قد أخذ عهدا من هؤلاء يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال: ألا هل من مشمر للجنة؟ ألا هل من مشمر للجنة؟ قام الصحابة كلهم على قلب رجل واحد قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قد أخذ النبي منهم عهد، لو كانوا بين الأزواج، لو كانت الدنيا بمالها بدراهمها بكل ما يملكون من الدنيا، الجنة أغلى، الله أغلى، النبي صلى الله عليه وسلم أغلى من الدنيا وما فيها. ترك زوجته في تلك الليلة وانتفض إلى ذلك النداء. بدأت المعركة، التحمت السيوف، ثم انتهت المعركة، نزلت السيوف من على أعلى الرقاب. بدأ الصحابة يتفقدون من جرح ومن استشهد. فلما انتهوا من ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ألا تفقدون من أحد؟ هل بقي أحد تفقدونه؟ قالوا: يا رسول الله كل من فقدناه وجدناه، ما بقي أحد. قال النبي: ولكنني أفقد حبيبي جليبيب. حتى في هذا المكان لم يفقدوا جليبيب، حتى في هذا المكان لم يعرفوا ولم يتعرفوا على جليبيب، لكن النبي يعرفه ويعرف سره مع الله. قال: ولكنني أفقد حبيبي جليبيب، اذهبوا فابحثوا عنه. فذهبوا فبحثوا عنه فوجدوه مدرجا بالدم خلف الجبل، قد فاضت روحه إلى الله. حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسنده النبي صلى الله عليه وسلم على حجره، ثم نزل إلى رأسه وقبل هذا الجبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل جبين جليبيب. يا ليت هذا الجبين أنا وأنت، يا ليت هذا الجبين أنا وأنت ليقبله أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبله النبي سالت دموعه، فدا تلك الدموع الآباء، فدا تلك الدموع الأمهات، فدا كل هذه الدموع، كل ما نملك يا رسول الله، حتى غطت هذه الدموع واختلطت بدم جليبيب. نظر النبي إلى جليبيب وقال: يا جليبيب لقد قتلت 7 من الكفار، أنا منك وأنت مني، أنا منك وأنت مني، أنا منك وأنت مني.